كلما كان الإنسان أكثر تسبيحا وتهليلا جعل الله تعالى له الخير يساق إليه سوقا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا. ايش يضرك ما دام انك فارغ؟ سبح وهلل يا أخي. واحد واقف عند مطعم، واقف عند مخبز، واقف عند بقالة، أراد أنه ينام، انتبه لا تفوت لحظة إلا وأنت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ويقول الحسن البصري رحمه الله أيضا، يقول: أما يستحي أحدكم، أما يخجل إذا لقي الله تعالى ثم نظر في صحيفته فإذا عامة ما فيها ليس من ذكر الله. يعني يوم القيامة تعرض عليك صحيفة هذا اليوم، فإذا فيها مثلا 10,000 كلمة فرضا تكلمت بها، وإذا كل صفحة فيها 1000 كلمة، وتبحث ما فيه استغفر الله سبحان الله الله أكبر، كل كلام فارغ ما ينفع. يقول الحسن البصري: ما يستحي الواحد يقف بين يدي الله بهالصحيفة وقد آتاه الله تعالى لسانا ناطقا وعقلا بالغا وجعل عنده قدرة، ومع ذلك ما يسبح ولا يهلل. ما يستحي أن يكون أكثر ما في صحيفة ليس من ذكر الله. هذا الذكر وهذه فضائله. وختاما، الذكر أيها الإخوة والأخوات أنواع. فيه ذكر مطلق، يعني تذكر الله صباح مساء ليل، عند نومك، عند استيقاظك، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. انك تقول دائما سبحان الله وبحمده. مثل قول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، ما جزاؤه؟ كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا يا جماعة أيضا من فضائل مثل هذا الذكر، أن يكون الإنسان يقوله. وهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قاله الإنسان لا يستغرق من أكثر من 10 دقائق 100 مرة، وكلما زاد الإنسان فهو أفضل. هذا من الذكر. من الذكر الفاضل أذكار مقيدة، مثل ذكر مقيد بعد الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 ما جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذه طبعا لا، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 أيضا، هذه 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، ليس النوافل، بعد المكتوبات، والمكتوبات في اليوم كم؟ 5 صلوات. ويقول عليه الصلاة والسلام: انظر إلى فضل هذا الذكر الذي سأسوقه، وكلنا نحفظه، ومع ذلك ربما أن عدد من الناس يقصر فيه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول: من توضأ ثم قال، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا بلا شك أنه فضل أيضا، الذي يتوضأ ثم يقول ذلك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: من توضأ ثم قال
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر يقال في كفارة المجلس، ويقال أيضا بعد الوضوء. يقول من قاله كتبت له في رق ثم جعل عليها طابع، يعني كتبت في صحيفة وختم عليها فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا أيضا مما يجعل الذكر فاضلا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر أذكار الصباح والمساء، قال من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قاله حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. هذا أيضا من فضائل مثل هذا الذكر، وينبغي للإنسان ولا فاضل أن يحرص على أن يقوله. يعني الآن كتب الأذكار ولله الحمد وبطاقات الأذكار كثيرة متنوعة، يستطيع الإنسان أن يضع في جيبه بطاقة أذكار يحرص على أن يقولها دائما. ما الذي يمنعك من هذا؟ وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحمد لله تعالى له فضل، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فإكثار الإنسان من قول الحمد لله له أيضا فضل. لذلك الله جل وعلا حمد نفسه سبحانه وتعالى وأمر بالحمد، فقال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. من أفضل الأعمال حمد الله تعالى، وأن يكون المرء حامدا لله تعالى. لذلك حتى عند الاستيقاظ من النوم أول كلمة تقولها عند الاستيقاظ من النوم، لما الإنسان يستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. لاحظ الحمد لله، يعني لو شاء الله تعالى لجعلك مشلولا ولم تستطع أن تستيقظ، أو لفتحت عينك ثم حاولت أن تحرك يدك أو قدمك فلم تتحرك معك، تقول الحمد لله. عندما الإنسان يأكل يحمد الله تعالى، وذلك أنه منه من الله وفضل. كم من أقوام ما وجدوا طعاما، أو كم من أقوام عندهم طعام لكن ما يستطيعون أن يأكلوه. في أقوام يا جماعة الآن في المستشفيات إما عنده كسر في الظهر أو عنده بعض المشاكل لا يستطيع أن يأكل كما تأكل ولا يشرب كما تشرب. احمد الله على ذلك. يا أخي إذا رفعت كأس الماء إليك قل الحمد لله أن الله تعالى أعطاني يد أحركها كما أريد. احمد الله تعالى على هذا.